لسعد الشابي مدرب تونسي رجع للرجاء هذا الموسم من بعد تبديلات كثيره في الدكه، والناس كانت كتسنى يشوفوا بسرعه البصمه ديالو في طريقه لعب الفريق وتنظيمه. شنو هي الشعبويه عنده؟ الشابي كيعتمد على هضره حماسيه قدام الميكروفون، وكيكثر من الوعود وكيأكد على روح المجموعه، ولكن ما كيدخلش بزاف في التفاصيل التكتيكيه اللي كتشفيه غالي للجمهور. ومن بعد الماتشات الكبار كيميل يوصف النتيجه بانها عادله ولا منطقيه، وكيهضر على ظروف بحال التحضير والغيابات، وهذا الشيء عند بزاف ديال الناس كيظهر بحال تبرير اكثر منه تحليل تقني. علاش ما خداماش مع الرجاء؟ الجمهور باغي يسمع شرح تكتيكي واضح ويشوف تغييرات عمليه في التبديلات وتمركز اللاعبين. وملي الخطاب يبقى حماسي بلا حلول وسط الميدان، كتزاد الفجوه بين هضره والواقع. تعادل الكلاسيكو وكثره الانتقادات خلاو هذا الاسلوب تحت الميكروسكوب، ودابا الكفه مايله لطلب بصمه لعب وتنظيم هجومي حقيقي اكثر من الشعارات. النصائح نتاع الجروز اونترينور كل عندي، نقول لك نجم نقول لك اصدقائي ما همش نعرفهم كان في التصاور. نزلتوا كونتاكت معهم توا؟ نتلفن نكتبوا الاس ام اس، نكتب مع بيب، نكتب مع كلوب، يورجن، نعرفهم بالكدا، اصدقاء ما همش نتاع فيسبوك. عايش.